إن شاء الله بإذن الله السيشن بتاعتنا النهاردة بنتكلم فيها عن ال CCTV Solution من شركة ري جي، وبالتحديد النهاردة هنتكلم أكتر عن الري برودكتس. تمام. فخلونا كده نبدأ، بس هستأذنكم زي ما احنا متعودين في كل السيشنز بتاعتنا اللي ما حملش أو ما نزلش التطبيق الخاص بشركة ري جي. تطبيق اسمه ري جي ري، وتطبيق يا جماعة فور فري مجانا تماما، ومتاح على ال 3 different بلاتفورم، متاح على الجوجل بلاي والاب ستور والاب جاليري. انا بكتب كده عليه بالهايلايتر ده او الليزر بوينتر ده. تمام. فاستاذنكم احنا في كذا ميزه ممكن نستفيد بيها اثناء حتى السيشن النهارده ان شاء الله، من ان احنا ننزل التطبيق الخاص بريجي. تطبيق اسمه ريجي ري. تمام. التطبيق فور فري. التطبيق مش مجرد تطبيق بس علشان نقدر ان احنا نستفيد بيه في موضوع الكونفيجريشن للاجهزه، او لما يبقى عندي جهاز اقدر ابقى انزل التطبيق وكده. لا، التطبيق بيسمح لك ان انت تتعرف على كل المنتجات في الشركه، وتتابع حتى الماركتنج انفورميشن، الليتست ماركتنج انفورميشن، لو في برودكت جديد، لو في تدريب جديد اند سو اون. الكلام ده كله بيبقى موجود على التطبيق، وكل المواصفات والسبيكس والتكنيكال انفورميشن الخاصه بكل الاجهزه الموجوده في ريجي او ري هتلاقوها ان شاء الله موجوده على التطبيق بتاعنا. بلس ان احنا النهارده كمان هنستعرض مع بعض الفيتشرز انتوا ممكن تجربوها معايا ان شاء الله واحنا شغالين في اخر السيشن. فاستاذنكم هندخل على الستور ونحمل التطبيق. الناس بقى اللي اوريدي محملين التطبيق، فانا هستاذنكم نعمل سكان للكيو ار كود اللي موجود على الشاشه. خلينا ناخد كده بس دقيقة، الناس تعمل سكان للكي ار كود اللي موجود على الشاشة. بنعمل سكان للكي ار كود عن طريق الابلكيشن. فاحنا الابلكيشن دي الواجهة الرئيسية للتطبيق الخاص بريجي، موجود اهو عندكم. مش عارفة على اليمين ولا على الشمال، هو عندي على الشمال. هنضغط على كلمة سكان اللي موجودة فوق على يسار الصفحة، أو للناس اللي مشغلة التطبيق باللغة العربية تقدر تضغط على سكان، هتبقى أول أوبشن ناحية اليمين. تمام. هنضغط على سكان وبعد كده نوجه الكاميرا بتاعت الموبايل للكي ار كود الموجود على الشاشة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من الشات. إن شاء الله بإذن الله أثناء السيشن لو في أي حد عنده أي سؤال، لو في أي حاجة مش واضحة، أي حد حابب إن إحنا نفوكس على نقطة معينة، أستأذنكم تكتبوا لي في الشات بوكس، أو ممكن نفتح المايك عادي ونتكلم مع بعض. أوكي؟ فخلونا ناخد كده دقيقة الناس تكون عملت سكان للكي ار كود. لو في اي حاجه مش واضحه، او في اي حد عنده برضه مشكله في الكيو ار كود، يا ريت تبلغني. المفروض ان الاجنده بتاعتنا النهارده ان شاء الله زي ما ذكرنا في الاعلان عن السيشن، احنا هنتكلم عن نقطتين بالتحديد. النقطه الاولانيه هي الريكويرمنتس بتاعه السي سي تي في سوليوشن. السيستم انستولرز او الفنيين او الساده الباشمهندسين اللي بيشتغلوا في مشاريع متعلقه بكاميرات المراقبه، اكيد بيبقى في احتياجات معينه سواء للاند كاستمر او للسيستم انستولر اللي رايح يركب المشروع ده. تمام. ايه هي الريكويرمنتس دي من وجهه نظركم، او ايفن حتى اللي احنا هنذكرها النهارده في السيشن، في سبيل في اطار السوليوشنز اللي بنتكلم عليها. ازاي بقى ريجي تقدر ان هي توفر لنا الريكويرمنت دي؟ ده اول جزء عندنا في السيشن النهارده. الجزء الثاني هنتكلم فيه عن ايه هي التشالنجز بقى، ايه بعض المشاكل اللي ممكن تكون بتقابلنا واحنا بنعمل مشروع، او احنا بنديزاين نتورك خاصه بالسي سي تي في نتورك او السي سي تي في سوليوشن، وايه الحلول برضو اللي ممكن تكون ريجي بتقدمها لنا في اطار السياق ده. تمام. فهي السيشن جزئين، اكيد مش هنغطي كل النقط، ولكن انا جايبه الموست امبورتنت او اكتر نقط ممكن تكون مهمه بالنسبه لنا، ممكن احنا نتكلم عليها. الماده العلميه هبعتها لحضراتكم، والسيشن كمان بتتسجل، فحضرتك ما تقلقش خالص. هي بس في نقطه يا جماعه، هي الماده العلميه ان شاء الله هتبقى متاحه، بس يعني من واقع الخبره بتاعتي، يعني لو حضراتكم اكيد برضو عارفين احنا محتاجين نكتب. مش عشان حاجه، احنا محتاجين نكتب لان انت لما بتكتب معلومه معينه انت بتفضل تحفظها غير لما بتتبعت لك الماتيريال بعد كده. يعني الماتيريال كده كده هتتبعت، بس احنا كطبيعتنا يعني مش هنرجع للماتيريال الا لما نبقى نحتاجها بعدين. انما لو انا اثناء اي سيشن، اي دوره او اي ندوه انا بحضرها، كتبت معلومه معينه، صدقوني بتفرق اكتر من ان انا بعد كده ارجع للماتيريال. فيفضل ان انا يبقى معايا ورقه وقلم ونكتب المعلومه، وكده كده الماتيريال ان شاء الله هتترفع، ما فيش فيها اي مشكله. تمام. يعني ده رايي. طيب، تعالوا بقى نبدا الجزء الاولاني عندنا في السيشن.
و شكرا لك. وفي عندنا وطالبه من حضراتكم طلب بسيط. اللي انا عاده ما بحبش في السيشن ابقى ملقي، يعني ما بحبش اقعد اتكلم كده، بحب ان يكون في انتراكشن. فيا ريت لو في حد عنده القدره ان هو يفتح المايك ويرد عليا، او يبقى عنده يدخل معايا الدسكشن، يبقى مور، يعني يبقى افضل من ان احنا حد بيسمع وحد بيتلقى، لان ده بيخلي احسن الاستيعاب بتاعنا افضل في اثناء السيشن، وما بيبقاش الموضوع ممل. تعالوا بقى نبدا. الريكويرمنت اللي ممكن نكون محتاجينها في سوليوشن خاص بكاميرات المراقبة. بصوا، هو احنا هنا كاتبين نقطتين على الشمال كده. النقطة الأولانية إن أبسط حاجة ممكن أي حد يرد عليا لو أنا قلت له أنت محتاج إيه وأنت بتديزاين مشروع خاص بكاميرا المراقبة، أو لو سألت الإند كاستمر نفسه العميل، والله حضرتك محتاج إيه لما نيجي نركب لك كاميرات المراقبة؟ أكيد أكيد أكيد، ورقم واحد إن الكاميرا تكون سموث، الستريم بتاع الكاميرا ما يقطعش، الكاميرا ما تقعش، صح كده؟ ما يبقاش عندي مشكلة في الكونكشن، ما احسش ان في ديلي في الصورة بتاعت الكاميرا. دي كلها مشاكل اكيد بتقابل الناس اللي بتديزاين او بتركب سوليوشن خاص بكاميرات المراقبه، واكيد بيحطوها في عين الاعتبار اثناء الديزاين بتاع المشروع، صح كده؟ طب دي اول نقطه، هو الراجل عايز يحقق سموث ترانسميشن لصوره الكاميرا اللي هتركب عنده في المكان. يبقى المشكله مش في الكاميرا خالص، هي المشكله ان انت هتجيب الكاميرا وتركبها وتوفر لها بعض العناصر، او تعمل بعض الكونفيجريشن، او تحقق حاجات معينه علشان يديك صوره واضحه ونتورك شغاله بشكل سليم مفيش فيها مشكله، مش ركبتها ومشيت وبعد كده الصوره عماله تقطع. تمام. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، طب خلاص احنا ضمننا ان احنا عندنا سموث فيديو ترانسميشن والصوره بتاعتنا شغاله بشكل كويس والنتورك شغاله بشكل كويس، لازم يبقى عندي كمان ديزاين لبعد الافتر سيل سبورت بقى. لو حصل مشكله، العميل ده محتاج ان لما تحصل مشكله، لو حصل اي مشكله في الكاميرا، لو اي مشكله حصلت في اي جهاز في النتورك اللي انت مركبها له، يبقى فيه فيلير ريكفري، يبقى فيه سرعه، او الموضوع يبقى يشتغل بشكل سريع، ما يستنكش ساعتين ثلاثه، او ما يقعدش يومين ثلاثه لغايه لما تحل له المشكله. تمام. فاحنا البارت الاولاني تعمل لي نتورك شغاله بشكل سليم، البارت الثاني ان انت تحل لي المشكله، لو في مشكله حصلت تحلها بشكل سريع. تمام. النقطتين دول، في نقطه ثالثه حد حابب يضيف نقطه ثالثه ممكن يكتب لنا حتى في الشات لو في نقطه ثالثه حد حابب يضيفها في الجزئين دول. طيب خلونا نقول بقى ايه السموث فيديو ترانسميشن ده، ازاي احقق النقطه دي. احب بقى اسمع كده من حضراتكم، لو حد يقول لي نعمل ايه. السؤال كده بمنتهى البساطه، نعمل ايه علشان يبقى عندي صوره كاميرا واضحه وما بتقطعش؟ محتاج ايه؟ محتاج اعمل ايه في الشبكه بتاعتي؟ هم؟ نعمل كده. ايوه، دي جايه. جوده الكابلات حلوه قوي، دي اول نقطه، حلو جدا. دي نقطه من النقط. ايه تاني؟ باشمهندس مشكورا قال ان احنا محتاجين يبقى عندنا كابلات الكواليتي بتاعتها او الجوده بتاعتها كويسه، وده كلام سليم 100%. تفتكروا ايه تاني ممكن؟ تحديد المسافات. محتاجة احدد المسافات، طبعا محتاجة احدد المسافات علشان في الاخر استقرار النتورك. طب ماشي يا باشمهندس، نحقق بقى ازاي استقرار النتورك ده؟ ازاي اضمن ان النتورك بتاعتي مستقرة لان انا عملت واحد اتنين تلاتة؟ ايه بقى الواحد اتنين تلاتة دول اللي احنا محتاجين نعملهم علشان النتورك تكون مستقرة؟ باشمهندس قال جودة الكابلات. تفتكروا مش برضو السويتشات محتاجة ان هي تبقى كويسة، وتكون السويتشنج كاباسيتي بتاعتها محترمه، والسويتش يكون بيقدر يهندل الثروبوت الكافي والستريمنج والباندويث الكافي للكاميرات دي، صح كده؟ السويتش ما يقعش، يبقى صح. يبقى كده عندنا السويتش من اهم العناصر الموجوده عندي في الشبكه، وكمان الراوتر برضو من اهم العناصر الموجوده عندي في الشبكه، اني اختار راوتر يبقى الثروبوت بتاعه عالي. احنا بنتكلم هنا على بزنس راوتر، ان كيس ان احنا بنتكلم على سمول اند ميديوم او انتربرايز بروجكت مثلا. تمام. فانا محتاجه راوتر. الباور بتاعت السويتش، الباور هتيجي في حته السويتشات برضو. لو انا بغذي الكاميرات بتاعتي عن طريق السويتشات، فانا محتاج اراعي الباور بادجت بتاعت الكاميرات اللي هيوفرها السويتش، وده عنصر من عناصر اختيار السويتشات. يبقى عندنا برضو احنا كل ده بنشتغل على ايه؟ لو لاحظتوا احنا كل ده بنشتغل في النقطة الأولانية دي اللي هي النتورك انفراستراكشر. كل اللي احنا قلناه علشان احقق
السموث فيديو ترانسميشن اول حاجه ان انا يبقى عندي نتورك انفراستراكشر كويسه، ديبندبل ريلايبل، اقدر اعتمد عليها. النتورك انفراستراكشر دي بتضم ايه؟ بتضم طبعا السويتشات، بتضم الكابلات بتاعتنا كبر ولا فايبر، هنشتغل سنجل مود ولا مالتي مود، هشتغل كابلات كات 5 اي ولا كات 6. كل الكلام ده اكيد هيفرق معايا في جوده الشبكه. السويتشات بتاعتنا هنشتغل ان مانجد ولا هنشتغل مانجد؟ طب المانجد ده هيبقى لاير 2 ولا لاير 3؟ هعمل عليه فيلانات ولا مش هنعمل ايه في الكونفيجريشن؟ هيبقى في كونفيجريشن اصلا ولا مفيش؟ كل ده هيفرق معايا في النتورك بتاعتي. الراوتر اللي في الاخر هو الجهاز المسؤول عن الثروت بتاع الشبكه دي كلها، وان انا اقدر اكسس الكاميرا دي ريموتلي، او اشوفها عن طريق الكلاود، او اشوفها عن طريق الام في ار من اي مكان. طبعا هيفرق معايا جدا في الفيديو سموث ترانسميشن بتاع كاميرا المراقبه بتاعتي. النقطتين التانيين بقى، في عندنا نقطتين تانيين مهمين الحقيقه. احنا لو قعدنا نتكلم في النقط اللي ممكن تحقق معانا السموث فيديو ترانسميشن فاحنا هندخل في 10 15 نقطه، بس انا جبت لكم منهم اول 3 نقط مهمين ممكن ان احنا نركز عليهم دلوقتي وزن السيشن بتاعتنا. وفي نفس الوقت حضراتكم قلت نقطه منها اللي هي الانفراستراكشر. النقطه الثانيه لا تقل اهميه اطلاقا عن الانفراستراكشر، وهي السيجمنتيشن. يعني ايه سيجمنتيشن؟ يعني انا النهارده عندي المشروع مدرسه او اوتيل او وات ايفر، المشروع ده فيه كاميرات مراقبه وفيه نتورك داتا، لابتوب والاجهزه الخاصه بالموظفين، الموبايلات اند سو اون، وفي كمان ممكن يكون تليفونات اي بي. في عندي كذا عنصر من عناصر السيرفيس اللي موجوده داخل النتورك. انا محتاجه اعمل سيجمنتيشن، يعني محتاجه اعمل فصل ما بين السيرفيسز المختلفه دي، واعزل النتورك بتاعه الكاميرات المراقبه بحيث ان انا اقدر اكونترول الترافيك بتاعها، احدد لها ترافيك محدد وباندويث محدد، يعني ما ياثرش معايا. لو حصل مثلا لو حد فتح فيديو او بيعمل اونلاين كونفرنس مثلا او وات ايفر، او في حد بيسحب ترافيك عالي على الشبكه بتاعتي، الترافيك بتاع والنتورك بتاع الكاميرات المراقبه تفضل مستقره. ودي واحده من اهم العناصر اللي محتاجين نراعيها واحنا بنديبلوي شبكه سي سي تي في. لو انت فعلا عايز تراعي ان يبقى عندك ستريمينج كويس لكاميرا المراقبه الموجوده عندك في المكان. عملنا سيجمنتيشن اللي هي تحت الناس الفنيين الباشمهندسين عارفين اللي هي بتندرج تحت مسمى التكنيكال الفي لان او الفيرتشوال لوكال اريا نتورك. اعمل فيرتشوال نتورك بثبتها لكاميرات المراقبه بتاعتي. غير ان انا بحدد لها الترافيك خاص بيها وبيديها بيجرانتي ليها ترافيك وباندويث معين. كمان حمايه، نوع من انواع الحمايه، مش اي حد يدخل عندي على الشبكه يقدر ياكسس كاميرات المراقبه. فالفيلان دي كاميرات المراقبه واحده من اهم الكونفيجريشن اللي محتاجين ان احنا نراعيها في النتورك بتاعتنا، ويخلينا نلجا للمانجمنت سويتش او المانج سويتش عن الانمانج سويتش. تمام. اخر نقطه عندنا في اول 3 نقط بنتكلم فيهم عشان احقق ستريمينج كويس لكاميرا المراقبه هي الكواليتي اوف سيرفيس. يعني ايه كواليتي اوف سيرفيس؟ يعني بمنتهى البساطه كده ان انا ادي اولويه، اعمل كواليتي اوف سيرفيس على النتورك بتاعتي، فادي اولويه للستريم اللي رايح لكاميرات المراقبه، للترافيك اللي رايح لكاميرات المراقبه. وات ايفر حصل في الشبكه عندي اثر على الباندويث بتاعي او على النتورك بتاعتي، يفضل الاولويه للترافيك بتاع كاميرا المراقبه رقم 1. تمام. فعشان اعمل البريوريتي دي او اعملها ككونفيجريشن محتاجه ان انا افعل او ان انا ادخل على او اراعي في الكونفيجريشن بتاعتي الكواليتي اوف سيرفيس. تمام. حقق ال3 نقط دول وان شاء الله هيجرانتي ليك ان انت عامل شبكه كويسه جدا تقدر ان انت تعتمد عليها في ان انت تاخد صوره كاميرا محترمه. ان كيس ان العميل قال لك انا عايز نتورك ما تكونش فيها تقطيع، ما يكونش فيها ديلي، مش عايز الكاميرا تقطع، مش عايز يحصل فيها ديلي، مش عايزها فجاه تضلم، ما يبقاش واصل لها باندويث كافي اند سو اون، الى جانب طبعا اختيارك للانفراستراكشر الباور الكافيه اللي هتوصل للكاميرا عن طريق السويتش. تمام. طيب دول كده اول 3 نقط. في عندنا بعد كده الجزء الخاص بالفاست فيلير ريكفري، فاحنا هنتكلم فيه بس عن نقطتين. طبعا فاست فيلير ريكفري، فانا ما ينفعش اعمل الكلام ده غير لما يكون عندي الارم نوتيفيكيشن. ما هو انا مش هعرف احل المشكله غير لما يجي لي نوتيفيكيشن الارم، حتى اسرع من ان حد يراعي ان في مشكله ويجي يقول لي عليها. لا، الافضل ان انا على النتورك بتاعتي وانا قاعد في مكاني اول ما تحصل المشكله يجي لي مسج او نوتيفيكيشن الارم او ايميل يتبعت لي خد بالك في كاميرا اوف لاين.
خد بالك في عندك مشكله في الاي بي كونفليكت في النتورك، خد بالك لا ده في عندك هنا كابل فيه ايشو. ايا كان الايرور اللي موجود عندي في الشبكه، او حتى ايفن بيأثر على الاداء بتاع الشبكه بتاعتي، البرفورمانس بتاعها داون او وات ايفر، انا محتاج يكون في عندي سيستم محترم يقدر يبعت لي ريل تايم الارم نوتيفيكيشن. النقطه الثانيه الريموت مينتنس. انا النهارده الافضل بالنسبه لي لو حصل مشكله وجيت رفعت السماعه على الراجل المهندس اللي ركب لي النتورك وبقول له انا عندي مشكله واحد اتنين تلاته، لو الراجل ده في خلال ممكن نتكلم في خلال 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعه ساعه بالكتير حل المشكله دي، افضل بالنسبه لي ولا لا لما يقول لي استنى بقى ده انا هاخد عربيه واجي لك، ولو المكان ده في مكان بعيد فهيبقى فيه سفر، فاذا احنا كده بنعطل الشبكه يومين ثلاثه اربعه. انا محتاجه يكون في ريموت مينتنس ريلايبل برضو اعتمادي، يعني مش مجرد ريموت مينتنس ان هو هيدخل من بره يحاول يعمل حاجه ما تفلحش، وفي الاغلب هتبقى مش هي دي الواي الصحيحه، وهيضطر ان هو يسافر لك المكان اللي انت موجود فيه عشان يكون بيحل المشكله اون سايت. تمام. فطبعا انا محتاجه يكون في عندي ريموت مينتنس تقدر فعلا تحل المشكله بتاعتي، ويكون في عندي ريل تايم. كمان جوده الكاميرات من ناحيه البكسل طبعا. طبعا. تمام كده. في اي حاجه مش واضحه في النقطه اللي قدام حضراتكم دي؟ في اي حد حابب يضيف نقطه للنقط دي، او حابب ان هو في حاجه مش واضحه فيها؟ طيب نكمل. ايه بقى الابلكيشن سيناريو اللي احنا النهارده ان شاء الله هنتطرق ليها او هنعرضها مع بعض؟ تعالوا كده ندخل على السلايد اللي بعده. الابلكيشن سيناريوز بتاعتنا بتنقسم لجزئين، الجزء الاولاني سيناريوهات بنسميها اندور سيناريو. الاندور سيناريو يعني عندي مشروع في اوتيل، محتاج ان انا اغطي الاوتيل ده بكاميرات المراقبه. لا ده مكتب شركه، ممكن يبقى كافيتيريا او اوتيل، مجموعه من الستورز او سوبر ماركت او وات ايفر، فهي في الاخر بتندرج تحت مسمى الاندور ابلكيشن سيناريوز او المشاريع الخاصه بالاندور. هل هتفرق معايا لما اشتغل في الاول دور؟ اه هتفرق معايا لما اجي اشتغل على مشروع اول دور زي كده، فانا هيبقى عندي اعتبارات مختلفه. اول دور يعني ايه؟ يعني ممكن تبقى مزرعه، فانا بتكلم في مساحات. تمام. المساحات غير لما اتكلم في الاندور، ممكن ما تبقاش معايا المسافات او المساحات كبيره. طيب احنا بنتكلم في مثلا ممكن تبقى مزرعه، ممكن يبقى مصنع. طب مصنع يعني ممكن يكون معرض لمكان درجات الحراره فيه عاليه جدا، او ممكن يكون فيه بسبب الالات اللي شغاله يكون في اماكن فيها درجات حراره منخفضه، فاذا انا محتاجه اجهزه مختلفه اشتغل عليها واعتمد عليها في السوليوشن بتاعي. اكيد. ممكن يبقى حاجه زي الكرين في الموانئ، لو الاماكن اللي بيبقى فيها زي المينا مثلا والرافعات والكلام ده كله، اكيد برضو بتختلف نوع الاجهزه اللي انا هشتغل بيها هنا، اكيد ده مش مكان مهيأ تماما ان انا استخدم فيه كابلت. تمام كده. فاكيد في سوليوشن مختلف ممكن اعتمد عليه في الاول دور عن الانبوت. برضو لو عندي مجموعه من كاميرات المراقبه بغطي بيها كوبري او طريق او ايا كان، فانا برضو في الحاله دي بعتمد على الاوت دور سوليوشن اللي هي المتاحه. تمام. تعالوا كده بقى ندخل على ناخدهم الجزء الخاص بالاندور ممكن نشتغل عليه في ايه، والجزء الخاص بالاوت دور ايه هي الاجهزه اللي ممكن ريجي توفرها لك وتعتمد عليها في السوليوشنز المختلفه. بالنسبه لي الاندور سوليوشن هنتكلم فيه على سكيلز مختلفه. انا ممكن يبقى عندي سكيل مثلا في الافات، عدد كبير جدا من الكاميرات، ممكن يبقى 1000 كاميرا، 2000 كاميرا، مبنى كبير فيه مجموعه كبيره جدا من كاميرات المراقبه. اكيد هحتاج فيه اجهزه بتختلف عن الاس ام بي، السمول اند ميديوم سايز او سكيل اوف بروجكت. اكيد هيختلف عن لو عندي بس 5 6 10 كاميرات، او بتكلم في اقل من 100 كاميرا. فاحنا مقسمينهم كده، لو انا عندي سكيل عالي شويه في 1000 2000 كاميرا، ممكن اشتغل ازاي وابني النتورك بتاعتي ازاي. لو عندي حاجه اس ام بي ممكن اشتغل على ايه ويبقى شكل الديزاين بتاعي عامل ازاي. ولو عندي حاجه سمول بقى، ممكن برضو ايه السوليوشن اللي يناسبني. الى جانب هنراعي تماما الحته بتاعت الكوست افكتيف، طبعا انا اكيد عايز احقق النيدز بتاعت الكاستمر واراعي الحته بتاعت التكلفه. تمام. طيب تعالوا كده نبدا اول حاجه او اول سوليوشن عندنا لو احنا بنتكلم على لارج سي سي تي في توبولوجي. عندنا ممكن تبقى مدرسه، مبنى اداري كبير، ممكن يبقى مصنع، ممكن يبقى مصنع اندور مصنع عادي، 5 ستار اوتيل، فندق مثلا او whatever.
عدد الكاميرات اللي ممكن اكون محتاجه في البروجكت ده هيوصل من 1000 ل 2000 كاميرا. هل ريجي عندها السوليوشن او عندها البرودكت اللي تقدر ان هي تفت في سوليوشن زي كده او في مشروع زي كده؟ اه. هنبدا منين؟ هنبدا من التيرمينالز من تحت. عندي مجموعه من الاكسس بوينتس، عندي مجموعه من عفوا، مجموعه من السي سي تي في كاميرات المراقبه. ممكن يبقى عندنا تليفونات اي بي، ممكن يبقى عندي كاميرات مراقبه تاني. هنمشي بالليفل بتاعنا. لو هنمشي على اللي هو الاستراكشر او الاركتكتشر بتاع الطبيعي بتاع النتورك بتاعتنا، هنمشي اكسس اجريجيشن او كور سويتش. ففي الاكسس لاير انا عندي مجموعه من السويتشات، من اول اللي هي اللاير 2 واللاير 2 بلس واللاير 3. طبعا في كيس او في حاله من الحالات دي اكيد مش هعتمد اطلاقا على ان مانجد سويتش. تمام. فانا يا اما هعتمد على سويتش لاير 2 او لاير 2 بلس، او هعتمد على سويتش لاير 3 في النتورك بتاعتي، لان اكيد هعمل كونفيجريشن وهحقق النقط اللي احنا ذكرناها من شويه. طيب احنا عندنا اول كلاود مانج سويتش عندنا في الشبكه، انا ممكن اعتمد عليه في بعض الاماكن، اللي هو الاي اس 200 سيريز. تمام. انا ممكن اوصل عليه الكاميرات بتاعتي والاكسس بوينت هنا كده في الليفل بتاع الاكسس. وممكن اعتمد على سويتشات تانية اعلى شويه، اللي هي اللاير 2 بلس او اللي هي ال 300 وال 3200. السويتشات عندنا هنا هتبقى طبعا كلها بي واي، والسويتشات الاي اس 200 ام بي اس 3100 و 3200 كلها 10 100 الف، كلها جيجا بت. الابلينكس بتاعتها بتختلف من جيجا ل 10 جي، سواء جيجا فايبر زي اللي موجود في ال 3100 او 4 بورت 10 جي زي اللي موجود في ال 3200. السويتشات بتاعتنا في الاكسس لاير بحتاج ان انا اطلع بالابلينكات بتاعتها على لاير تانية بنسميها الاجريجيشن او الديستريبيوشن لاير. تمام. وفي الحاله دي انا بختار سويتشات امكانياتها والسويتشنج كاباسيتي بتاعتها بتبقى اعلى من السويتشات اللي تحت. اوكي. عندنا في السيريز دي او في حاله في بروجكت من البروجكتس دي او في السيناريو اللي احنا بنتكلم عليه، انا ممكن اعتمد على لاير 3 سويتش زي الام بي اس 5200. تمام. ممكن اركب هنا ال 24 بورت الجيجا واربعه ابلينك 10 جي فايبر، او اعتمد على ال 6002. ال 6002 هو هنا مش فيكسد سويتش، ده موديولار سويتش. الموديولار سويتش من ريه 6002 عباره عن 2 سلوت، انا بشتغل فيه باربع كروت مختلفه على حسب الديزاين بتاع المشروع بتاعي، سواء انا محتاجه البورت او المنافذ بتاعت السويتش تبقى فايبر او كفر، ابلينكات 10 جي او ابلينكات جيجا. تمام. طيب في الاخر اهم حاجه عندي في النتورك دي، عشان انا محتاجه كور سويتش، الكور اللي هيبدا يهندل الترافيك والباندويث بتاع كل الشبكه اللي تحت دي، اللي هيبدا ياخد كل الكلام ده ويبعته او يهندله او يبقى فيه كونكشن ما بينه وما بين الان في ار بتاعنا اللي راكب جوه الشبكه دي. الكور سويتش عندنا هنا في ريي اللي بيتقدم اللي هو الام بي اس 7006، ده تشيسس، في منه تو موديلز، في اللي هو ال 3 سلوتس وفي اللي هو ال 6 سلوت. التشيسس ده اقدر اركب عليه كارت 16 بورت 10 جي في 6 سلوت، يعني يبقى معايا 96 بورت 10 جي. وعندنا كمان السويتشنج كاباسيتي بتوصل بتاعته ل 1.92 تيرا بت بير سكند. تمام. السويتش زي ما انتم شايفين كده، زي ما هنتكلم في السلايد اللي جايه، اقدر اعمل كمان بيسبورت معايا تو تايب من الريدندنسي، علشان لو حصل اي مشكله في السويتش الاولاني على الليفل بتاع الكور، يبقى في عندي فيلير ريكفري سريع. احنا بنتكلم في تقريبا 50 ملي سكند للكور التاني يبقى اب اند راننج والنتورك بتاعتي ما يحصلهاش مشكله. تمام. طيب احنا بنتكلم هنا احنا قلنا عندنا سويتشين، عندي حاجه 3 سلوتس وعندنا حاجه 6 سلوت. لو انا بتكلم في ال 7006 فهو بيقدر يهندل 4000 ديفايس، 4000 جهاز و2000 اي بي كاميرا. لو بنتكلم في السويتش اللي هو اصغر منه شويه ال 3 سلوتس، فاحنا عندنا 2000 ديفايس و1000 اي بي كاميرا. بصوا كده على السويتش من زاوية تانية. احنا طبعا السويتشات دي بيجي في معاها متاح ان انا اختار كارت من 7 كروت مختلفة. تمام. الكروت بتاعت السويتشات اللي موجودة هنا عندنا كده في السلايد، سواء بقى كارت 24 بورت جيجا و2 ابلينك 10 جي فايبر، 24 بورت فايبر، 2 ابلينك 10 جي فايبر برضو، و48 بورت جيجا و2 10 جي فايبر، او 48 بورت فايبر و2 10 جي، 48 بورت كبر، واربعه سوري 24 بورت كبر و24 بورت فايبر واثنين ابلينك 10 جي. وعندنا هنا كارت عليه 8 بورت 10 جي، وعندي كارت تاني هنا هو الموديول ده 16 بورت 10 جي. واخر واحد عندنا هنا في الثمانيه دول اللي هو الكنترول موديول. لحظه واحده عفوا.
كده الصورة واضحة. مش عارفة، الصورة كده واضحة صح؟ شايفين كده السكرين؟ تمام، اوكي. طيب ده كده نرجع تاني، معلش كانت البرزنتيشن فيها. اوكي، فاحنا ده عندنا اللي هو السويتش الكبير ده 9 راك يونت، 6 سيرفيس سلوت، ده 4 راك يونت، 3 سيرفيس سلوت، ده يقدر يهندل معايا 1000 اي بي كاميرا في مشروع، ده يقدر يهندل معايا 2000 اي بي كاميرا في مشروع. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده ممكن يبقى ثيوريتيكال، على فكره ممكن يهندل اكتر من كده بالحسابات، بس احنا بنتكلم في الورست كيس. طيب السويتش بيحقق معانا زي ما قلنا مبدأ كويس جدا في المشاريع بتاعتنا اللي هي الريدندنسي، اللي هو النهارده لو انا عايزه اجارانتي للعميل او اضمن للعميل ان النتورك بتاعته تبقى اب اند راننج 24 ساعه في اليوم، فلازم يبقى عندي بدل السويتش سبيشالي على الليفل بتاع الكور يبقى عندي ريدندنت كور، يبقى عندي كور تاني، او بدل ما يبقى عندي اعتماد السويتش كله على باور سبلاي واحد يبقى عندي باور سبلاي تاني. فاحنا عندنا هنا على السويتش ده عندنا 4 باور سبلاي، تمام، واثنين فان سلوتس، وزي ما انتم شايفين هنا كده ناحيه اليمين السويتش بيدعم حاجه اسمها الفيرتشوال كلاستر سويتشنج، ان انا اقدر اعمل زي ستاكينج او فيرتشوال ستاكينج ما بين الاثنين سويتش، بحيث لو في سويتش عندي او الماستر بتاعي حصل فيه مشكله السويتش الثاني يقدر ياب ويرننج النتورك بتاعتي بشكل تقريبا وزن 50 ملي سكند زي ما اتفقنا. تمام. طيب ده كده في سكيل كبير. وات اف لو انا النهارده هشتغل على لا مش هتكلم، انا بتكلم في 500 600 كاميرا، تمام، من 300 ل 600 كاميرا، فاحنا بنتكلم في ليفل ميديوم شويه او اس ام بي. طيب في الحاله دي انا مش محتاجه اروح للتشيس سويتش، مش محتاجه اروح للسيريز 7000، انا ممكن انزل شويه واروح للسيريز اللي اقل شويه اللي هي 6000، الموديولار سويتش من ريجي او من ري. تمام. ال 6002 السويتش الموديولار ده يقدر يشيل معانا 1200 جهاز في نتورك و600 اي بي كاميرا، او لو رحت لل 5200 هيبقى 1500 يونت، 600 ديفايس و300 اي بي كاميرا على ال 5100. طيب لو احنا ممكن برضو السوليوشن ده يبقى ديبلويد في اي نوع من انواع السيناريوهات، مكاتب، مكاتب اكيد، اوتيل بس مش كبير شويه، الوير هاوس، الريتيل. طبعا مين اللي بيحدد؟ انا ممكن يبقى عندي مشروع كبير يعني الاسم كبير، لكن اصلا الديبلويمنت اللي هيحصل جوه هو نوع من انواع الاكستنشن، انا بس بزود حاجه معينه، فالمشروع الحاجه اللي انا بركبها او الفاليو او السيرفيس اللي بقدمها مش واخده السكيل الكبير بتاع المشروع، او دي فيز 1 او فيز 2. فمش شرط. مين اللي بيحدد؟ السيرفي بتاع حضرتك والاسئله اللي بنسالها للعميل، انت محتاج تحقق ايه في الشبكه، وبناء عليه انا بعرف اترجم هو محتاج يحقق ايه لايه الاجهزه وايه السيرفيس اللي انا محتاجه اعمل لها راننج عنده في الشبكه. تمام. برضو نفس الكلام هنا، انا ممكن هنا اشتغل على الاي اس 200 كاكسس سويتش كاكسس لاير، وعندنا الام بي اس 3200 كسمارت جيجا بت مانجد كلاود مانجد سويتش، وعندنا ال 3100 برضو ممكن نعتمد عليه. هو الفرق في الثلاثه دول نوع السيرفيس اللي انت عايز تقدمها. يعني انا هنا لو عايزه مش عايزه اعمل غير بس فيلانز، لان ده يعتبر الفيرست كلاود مانجد سويتش في ري اللي هو الاي اس 200، هي بتبقى ميد سيريز كده ما بين الانمانجد والمانجد عشان تديني الحته بتاعه الكوست افكتيف. مش عايزه اجيب سويتش غالي في الليفل بتاع الاكسس وفي نفس الوقت عايزاه مانج اقدر اعمل عليه فيلانات اب تو 16 فيلان، اقدر اعتمد على السيريز الاي اس 200. طيب لا انا محتاجه فول مانج سويتش على اللاير 2، حاجه سمارت جيجا بت سويتش وابلنكاته 10 جي، فاقدر اعتمد على السيريز ال 3200. لا والله انا محتاجه حاجه فول مانج بس الابلينكس بتاعتها تبقى 1 جي فايبر، فانا هروح لل 3100. فاذا انا عندي فرايتي كتير في الاكسس سيريز، بتعتمد طبعا على ايه نوع السويتش اللي هيجي فوقيها، لان انا الابلينكات بتاعتي اللي هتوصل على السويتش اللي فوق هي اللي بتحدد ايه الكابل والسرعه اللي انا هشتغل بيها. تمام. هجمع على ايه؟ هجمع على سويتش لاير 3 اللي هو الام بي اس ال 5200، وهطلع بعد كده على الكور ليفل بتاعي اللي هو 6002، واقدر برضو بيسبورت معانا البي سي اس او الفيرتشوال كلاسترنج، فاقدر اعمل ما بينهم ستاكينج بالمنظر ده واحقق مبدأ الريدندنسي. مش عايزين، او خلينا الاول نشوف السبيكس بتاعت السويتشات دي.
عندنا ال 6002 ده موديولار سويتش 2 سلوت. السويتش يا جماعه بيبقى جاي فاضي، هو الجزء ده الشمال واليمين فاضي، وعندي 4 كروت تحت هم على الشمال. اقدر ان انا اركب اي كارتين على حسب ديزاين المشروع بتاعي. يعني انا هنا اللي بديزاين السويتش نفسه، مش واخده سويتش فيكسد، مش جايبه سويتش زي ده فيكسد بورت وانا ما بعرفش اغير فيه. لا، انا بيجي سويتش فاضي وانا بركب الموديولز بتاعته، هو في الاخر وان راك يونت. يعني مش شاسيه، مش واخد كذا راك يونت عندي في الراك. طيب احنا عندنا كارت 16 بورت جيجا و8 فايبر جيجا و2 ابلينك فايبر 10 جي. ده كارت. الكارت التاني 16 بورت فايبر و8 كبر و2 ابلينك 10 جي. الكارت التالت 24 بورت جيجا و2 ابلينك 10 جي. الرابع 24 بورت فايبر و2 ابلينك 10 جي. دول كده 4 كروت، انا ممكن اركب اي كارتين فيهم على السويتش بتاعي واعمل كور سويتش. تمام. الام بي اس 6002 طبعا فول مانجد على اللاير 3. لاير 3 هو كلاود مانجد، كل السويتشات فري كلاود مانجد فور فري مجانا. والام بي اس سيريز اللي قدام حضراتكم دي بما فيها ال 7000 سيريز، الضمان بتاعها 5 سنوات استبدال. دي واحدة من أهم نقط القوة الموجودة في المنتجات بتاعة ريجي، سبيشالي السيريز الخاصة بالام بي اس. الضمان 5 سنوات استبدال. تمام. فده إن دل على شيء يدل على الريلايبيليتي بتاعة السويتشات، إن السويتشات دي اعتمادية معاك إن كيس إن أنت بتشتغل في مشروع انتربرايز، أو المشروع بتاعك اس ام بي، أو ايفن حتى مشروع سمول بروجكت. أوكي. طيب السيريز اللي بعد كده اللي هي الأقل شوية من ال 6000، هنروح لل 5100 وال 5002 كفيكسد سويتش، 1 يو راك يونت فيكسد سويتش. هنلاقي فيه طبعا المنافذ كلها موجودة. يعني السيريز نفسها فيها جواها مجموعة السويتشات اللي ممكن تكون 24 بورت، 48 بورت، أو 24 بورت فايبر و8 كبر و4 10 جي. فأنت هتلاقي فرايتي كتيرة في الموديلات اللي موجودة جوه كل سيريز. في عندنا بعد كده اللي هي السيريز الثانية على مستوى اللاير 2، ال 3100 وال 3200 برضو بنفس الكلام، سواء 24 بورت أو 48 أو 24 بورت فايبر لو هستخدمه كأجريجيشن في المشاريع الصغيرة، و4 أبلينك جيجا على جيجا فايبر في ال 3100، 10 جي في ال 3200. تعالوا بقى نروح نشوف المشروع. لو انا النهارده عايزه حاجه سمول، انا بتكلم في اقل من 100 كاميرا، وفي الحاله دي احنا لازم نراعي قوي الجزء بتاع البادجت، لان عاده في المشاريع الصغيره العميل بيدور على ان التكلفه ما تبقاش عاليه، او عايز يحقق مجموعه من السيرفيسز، عايز يضمن ان النتورك بتاعته تبقى راننج وسموث ومفيش مشكله. اكيد مش بيركب شبكه دلوقتي في ظل الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها دي عشان يغيرها كمان سنه. فهيظهر معانا هنا الاحتياج للانمانج سويتش ان كيس ان انا بشتغل 5 6 10 كاميرات مراقبه، والمشروع مش بذات الاهميه. يعني مش بذات الاهميه، اقصد ان المشروع مش في مشكله في البادجت، او التوب بريورتي بالنسبه للكاستمر ان احنا نراعي البادجت على قد ما نقدر. فانا ممكن هنا اعتمد على الاي اس 100 كانمانج سويتش. بس هنا جاي الانمانج سويتش بتاعنا الميتال، مش هنحط البلاستيك هنا. تمام. في عندنا تو سيريز من الانمانج سويتش، الاي اس 100 ده ميتال كيسنج انمانج سويتش، وفي عندنا اي اس 0 دي بتبقى بلاستيك كيسنج. اوكي، خليها على جنب. مش عايزه اروح وهقول لكم ليه الافضل ان انا اروح للاي اس 200. الاي اس 200 التكلفه بتاعتها مش عاليه قوي عن الاي اس 100، هو مش انمانج زي ما اتفقنا ومش فول مانجد على اللاير 2. فبصراحه ريجي عامله معادله صعبه بالسيريز دي من السويتشات، بتأدي الغرض اللي انت محتاجه في الليفل الصغير والمتوسط من المشاريع بتاعت كاميرات المراقبه. تقدر تعمل عليها فيلانز. السويتش بيسمح لك ان انت تقدر تريستارت اي كاميرا موجوده على السويتش في اي وقت من اي مكان، لانه كلاود مانجد وفور فري. حضرتك مش محتاج تدفع اي اكسترا كوست عشان تدير السويتش بتاعك عن بعد، ولا حتى محتاجه اقول لك اشتري 10 15 100 سويتش علشان خاطر تقدر ان انت تضيفهم على الكلاود، ولا محتاجه اقول لك اشتري جهاز معين عشان يبقى بالنسبه لك كنترولر اند سو اون. كل الكلام ده حضرتك النهارده اشتريت جهاز واحد من ريجي، تقدر تسكان الكيو ار كود بتاعه، تضيفه على الكلاود، تفتح الموبايل بتاعك وتعمل له مانجمنت. تمام. او تعمل له مونيتورنج، وات ايفر انت عايز تعمل ايه. فاحنا هنا طبعا مش محتاجه بقى في الليفل الصغير ده ان يبقى عندي اجريجيشن لاير، لا، على طول العميل هيطلع من الاكسس، هيجمع مجموعه الاكسس سويتشز دول على كور سويتش بتاعنا على طول، اللي هي في الحاله دي ممكن يبقى الاكسس اللي كان في مشروع تاني السيريز ال 3200 اللي هو لاير 2 مانج سويتش. انا هنا اكيد مش محتاجه لاير 3. وبعد كده بروح على السيرفرات بتاعتي بتروح عليه، وبرده الام في ار بتاعي بيروح عليه.
احنا بنتكلم في 50 كاميرا، 100 كاميرا، 200 كاميرا، وده السكيل بتاع السويتشات اللي ممكن احنا نشتغل بيها. السويتشات الاي اس 200 زي ما اتفقنا الضمان بتاعها 3 سنين، هي والاي اس 100 الضمان بتاعهم 3 سنوات استبدال. السويتش فيه اللي هو الاي اس 200 تقريبا احنا بنتكلم في 10 سويتشات، 10 سويتشات تمام، من اول الخمسه بورت لحد ال 26 بورت. كمان في سويتشات جديده نازله اللي هو ال 20 بورت، ضايفين عليها 2 ابلينج كفر و2 ابلينج فايبر، و24 بورت 10 100000. تمام. الباور بادجت بتاعت ال 24 بورت 370 واط، فاذا السويتش يشتغل معانا بي او اي بلس 15 واط 30 واط على كل المنافذ بتاعته. الى جانب ان هو كمان بيدعم اللونج رينج، تقدر ان انت تعتمد على السويتش ده في ان انت تمد كابل نحاس 250 متر كات 5 اي او كات 6. تمام، ان كيس ان في عندنا كاميرا المسافه ما بينها وما بين السويتش هتعدي ال 100 متر. فالسويتش فيه فرايتيز كتير جدا، فيه اوبشنز كتير جدا، وفي نفس الوقت هو فيري كوست افكتيف، يغنيك تماما عن ان انت تلجا للريسك بتاع الانمانجد سويتش. اوكي. طيب الاي اس 100 طبعا والاي اس الزيرو دي عباره عن unmanaged switches 3 جي او 3 جي، سواء كانت بلاستيك هاوسنج زي الاي اس 0 او الميتال هاوسنج زي الاي اس 100. هي في الحقيقه هي باي ذا واي هي unmanaged switches، ولكن انت برضه هتلاقي عليها فيتشرز لطيفه جدا، زي مثلا ان هو unmanaged لكن انا اقدر اسكان الكيو ار كود بتاعه وارفعه على نتورك 3 جي شغاله، فاقدر اشوف على التوبولوجي بتاعه المشروع ان في هنا unmanaged switch. تمام. ف يعني في ان شاء الله سيشن منفصله خاصه بالسويتشات، لو اي حد حابب ان هو يحضرها ممكن تبعتوا لي، بنتكلم فيها بالتفصيل عن ايه هي الفرايتيز الخاصه بالسويتشات في ريي. اوكي. طيب تعالوا بقى نشوف ده، لو انا بتكلم في نورمال بروجكت اندور ما عنديش تشالنجز كتيره، ممكن يبقى التشالنج اللي انا هقابله في الحاله دي اللي هو مثلا انا محتاجه حاجه لونج رينج، هروح للاي اس 200 تديني 250 متر على كات 5 اي كات 6. ايه بقى الاوت دور؟ اكيد الاوت دور لازم يبقى فيه عندنا حاجات مختلفه. ايه اللي ممكن احتاجه لو انا النهارده شغاله في منطقه ساحليه، منطقه فيها رطوبه عاليه، او شغاله في مكان مزرعه، والمزرعه دي المساحات بتاعتها بالكيلومتر، مش هعرف امد كابلات، او هروح للكابلات الفايبر اللي هي هتبقى بالنسبه لي فيري كوست، التكلفه بتاعتها عاليه قوي. فانا في الحاله دي في الاوت دور عندي حاجتين مهمين هعتمد عليهم في السيناريوهات بتاعتي. اول حاجه الوايرلس سوليوشن، انا محتاجه وايرلس بريدج اللي احنا بنسميها البريدج او اللينك، اللي اقدر ان انا اوصله مسافه كيلومتر، 500 متر، 5 كيلو، 10 كيلو، 15 كيلو متر. فانا محتاجه يظهر معايا هنا نوع جديد من المنتجات بنسميها الوايرلس بريدجز. محتاجه اندستريال سويتش، محتاجه سويتش اقدر ان انا اعتمد عليه في الاوت دور اريا او في الهارش انفايرمنت، يقدر يستحمل درجات حراره عاليه، يقدر يستحمل العوامل الجويه المختلفه في الاوت دور. طيب يبقى احنا كده النهارده او في الجزء بتاع الاوت دور هيظهر معايا منتجات تانية محتاجها اراعيها في السوليوشن بتاعي، اللي هي السي سي تي في من الشورت للونج ديستانس، اللي هي الوايرلس بريدجز. عندنا فيكسد او عندنا اول 3 موديلات في الاي، حاجه تقدر تديني الاي اس تي 100 تقدر تديني مسافه 500 متر، تنقل بوينت تو بوينت 500 متر. وفي عندنا 310 تقدر تديني اب تو كيلو متر، وفي عندنا الاي اس تي 350 تقدر تديني لينك بوينت تو بوينت او بوينت تو مالتي بوينت 5 كيلو متر. تمام. دول كده 3 ديفرنت فرايتي، حتى جايبها لكم معايا هنا كده. دي اللي هي ال 5 كيلو متر، الاي اس تي 350 يقدر يعمل لك لينك بوينت تو بوينت او بوينت تو مالتي بوينت 5 كيلو متر. الصغير ده اللي هو الاي اس تي 310، وشبهه شويه اللي هو الاي اس تي 100، ده اللي هو يقدر يدينا المسافه بتاعه الكيلو متر. اوكي. طيب السوليوشن ممكن يمشي ازاي؟ ممكن يمشي بالشكل ده كده، هيبقى عندي مجموعه كاميرات، عندي ترانسميتر وعندي ريكوردر، او العكس ترانسميتر وريكوردر. انا بوصل الكاميرات بتاعتي على قطعه من القطع اللي هي بتاعه الاي اس تي، والقطعه الثانيه بوصلها على سويتش. هوريكم برضو ليها صوره ثانيه اكثر توضيحا. وبجمع سواء بقى على حسب المسافة 500 متر، كيلو متر، 5 كيلو متر، وفي الآخر بجمعهم على السويتش الكور بتاعي اللي بيبقى واصل على الام في ار، وببدأ أشوف الصورة بتاعت الكاميرا. احنا عندنا هنا دول أول 3 مودلز أنا ممكن أعتمد عليهم في مزرعة بقى، شارع أو كوبري أو كومباوند، وعايزة أغطيه بكاميرات المراقبة وفي صعوبة في إن أنا أمد كابلات، فأقدر أعتمد على حاجة زي كده. الاي اس تي 100
واحده من السيناريوهات اللي ممكن ان انا نذكرها النهارده في السيشن بتاعتنا هي الاليفيتور، الكاميرا اللي بتبقى موجوده جوه الاسانسير، ومش عايز، او العميل او سيستم انستور لما بيجي يركب الكابلات بيحصل بتلف بتويست على بعض فبتتقطع، فبيبقى في مشاكل كتير للصيانه حتى في البيئه بتاعت العمل بتاعت الاسانسير، لان طبعا المكان بيبقى ضيق وبيبقى فيه صعوبه في عمل الصيانه. ففي الحاله دي بنلجا الاحسن ان انا الجا لوايرلس ترانسميشن للكاميرا اللي موجوده عندي جوه الاليفيتر. الكاميرا بتاعتي هتبقى موجودة هنا، ده الأسانسير، كاميرا موجودة في سقف الأسانسير. هحط قطعة تحت في الأسفل القاعدة بتاعت الأسانسير، وقطعة تانية في الأرض تحت، أو العكس، ممكن أمشيها من فوق أو أمشيها من تحت. تمام. وبعد كده القطعة الثانية اللي هي الريكوردر، القطعة الثانية الريكوردر هي اللي بتبقى واصلة عندي السويتش للمونيتور، تبدأ تشوف الصورة بتاعة الكاميرا. ده كده شكل الاي اس تي 100. لو انا عايزه ابروموت لحاجه زي كده في سوليوشن خاص بالاليفيتور او الاسانسير، فيلا اسانسير ايا كان، فهي في الاخر المساحه او المسافه اللي تقدر تديهاني 500 متر، وهي باي ذا واي سنجل باند بتشتغل على 2.4، مش بتشتغل على ال 5 جيجا. تمام. طيب انا مش عايزه ال 500 متر، لا ده انا بتكلم في مسافات توصل كيلو و5 كيلو متر. في الحاله دي هنلجا للجهازين التانيين، الاي اس تي 100 او الاي اس تي 350. دول برضو اقدر اشتغل عليهم في سيناريوهات كتير جدا زي اللي معروضه قدامنا كده في الشاشه، ان كيس ان احنا عندنا صعوبه في مد الكابلات. الاي اس تي 100 تقدر تمشي معايا مسافه الكيلو متر. اوكي. بالثروبوت بتاعها 867 ميجا بت بير سكند، وبتشتغل طبعا بالتو ديبلويمنت واي، سواء هشغلها بوينت تو بوينت او بوينت تو مالتي بوينت. ال5 كيلو متر الاي اس تي 350 دي اللي هي تقدر تمشي معايا 5 كيلو متر. تمام. وبرده الثروبوت بتاعها 867، وبتسبورت البوينت تو بوينت او البوينت تو مالتي بوينت. الانستليشن بتاعها فيري ايزي، احنا ممكن نركبها عشان كان في كذا حد سأل على موضوع التركيب. ممكن تركب على بول بالمنظر ده، بيبقى جاي معاها الماونتنج براكتس بتاعتها، وممكن تركب على الحيطه. يعني ممكن تاخد الحته المثلثه دي وتبقى ثابته على حائط. فممكن كده وممكن كده على حسب انت بتركبها فين او انت محتاج تركبها ازاي. الجديد بقى في ريجي، السيريز الجديده اللي مقدماها ريجي في نهايه السنه اللي فاتت، اللي هي الايرماترو. احنا كده اخرنا في الثلاث موديلات دول 5 كيلو. طب وات اف لو انا عايزه اوصل ل 10 كيلو متر، لو عايزه اوصل ل 15 كيلو متر، فهنروح للايرماترو سيريز. صوت واضح؟ يعني اعتقد لو في حد بقى يعني اشتغل او بيعتمد على السوليوشن دي في المشاريع بتاعته، فاعتقد في حاجه هنا هتبدا تلمس معاه. الاير مترو سيريز واحده من السيريز الجديده في الوايرلس بريدجز، مقدماها ريجي في كيو 4 السنه اللي فاتت، والمره دي مختلفه شويه عن الاي اس تي سيريز اللي كانت شغاله بيها. احنا هنا بنشتغل بحاجه اسمها بيز ستيشن، وعندنا اومني دايركشنال انتنا 360 درجه، ومعانا 2 سيكتور انتنا دايركشنال 120 درجه و90 درجه، تقدر تمشي معايا لحد 10 كيلو متر. تمام. وفي عندنا في السي بي اي عندنا تو موديلز، اللي هي الايرمترو 460 جي و 460 اف. الفرق ما بينهم واحده المنافذ بتاعتها 10 100، والثانيه المنافذ بتاعتها جيجا بت. اوكي. دي كده ده كده السوليوشن خاص بالايرمترو. ان كيس ان احنا عندنا مثلا مشروع خاص بال
عندي حاجة زي كده بوينت تو بوينت أو بوينت تو مالتي بوينت، عايزة بوينت تو بوينت 15 كيلو متر، فهعتمد على السي بي اي بالطريقة دي. أو عايزة مثلا أديبلوي الأنتنة 360 درجة وأعمل وايرلس إنترنت أو WISP سوليوشن للبيوت أو السيناريوهات اللي ما بيوصلهاش الخدمة بتاعة الإنترنت عن طريق كابلات الدي اس ال. فأنا ممكن أعتمد على WISP سوليوشن في بعض الأماكن باستخدام الأنتنة 360 درجة بتاعتي. طبعا المسافة هتفرق معايا سواء أنا عايزة 2 كيلو أو 5 كيلو أو 10 كيلو، اكيد هتفرق معايا في عدد الكاميرات وعدد البوينتس. طب نقطه لكام نقطه؟ الجهاز هنا هيسبورت معايا ماكسيمم 1 to 32 بوينت to 32 بوينت، تمام؟ بوينت تو مالتي بوينت من 1 ل 32. البوينت تو بوينت عندي الماكسيمم 15 كيلو متر بالمنظر ده لو انا عندي اي من السيناريوهات اللي محتاجه معايا مسافات طويله، تمام؟ ده كده بالنسبه للوايرلس سوليوشن اللي ممكن اعتمد عليه من اول ال 500 متر فيما اقل، طبعا من 0 ل 500 متر، الكيلو، ال 5 كيلو، او اروح للاير مترو عشان اوصل بوينت تو بوينت ل 15 كيلو متر. طب السويتشات بقى، ايه السويتشات اللي احنا هنعتمد عليها؟ السويتشات اللي محتاجاها ان هي تشيل درجات حراره عاليه، السويتشات اللي محتاجاها حتى تسبور درجات حراره منخفضه. محتاج ان السويتش دوت لو ما يتاثرش لو في عاصفه رمليه، الرمله ما تدخلش جوه السويتش، او ما يتراكمش الدست او الاتربه على البورده بتاعه السويتش فيعمل لي شورت سيركت فالسويتش يدمج بشكل سريع. انا محتاجه سويتش ريلايبل اقدر اعتمد عليه في بيئه عمل صعبه. هل دي جي عندها برضو الأجهزة اللي تقدر تسبورت معانا في حاجة زي كده؟ أكيد. إيه بقى السويتشات بتاعتنا الاندستريال؟ ماشي. معلش معلش لحظة واحدة نوصل الباور لللابتوب. أوكي. إيه بقى السويتشات اللي ممكن إحنا نعتمد عليها؟ ريجي بتقدم لنا ال NIS series. ال NIS series Industrial Switch بريل chipset، تمام؟ بنتكلم في Industrial chipset موجودة على السويتش، احنا مش بنتكلم في Commercial chip زي اللي موجود في اللوكال ماركت. هنا ريجي بتقدم لنا ألمنيوم كيسنج زي ما انتم شايفين كده. السويتش الهاوسنج بتاعه من بره بيسمح له ان هو يعمل very good heat dissipation، فبيخلي السويتش يستحمل درجات حراره من -40 ل 80 درجه مئويه. السويتش ده الضمان بتاعه برضه 5 سنين استبدال. السويتش البورتس بتاعته جولد بليتد بحيث ان هي تبقى اكثر مقاومه للكوريجن. المنافذ بتاعت السويتش طبعا ريل 8 بن تبقى جولد بليتد. بيبقى في عندنا باودر كوتنج على السويتش من بره، وبيبقى في كونفورمال كوتنج، طبقه كونفورمال كوتنج تقريبا 50 مايكرومتر كونفورمال كوتنج على البورده بتاعت السويتش. ده هيعمل ايه؟ ده هيساعد السويتش ان هو يشتغل في الهارش انفايرمنت. مركباه بقى في مدينه ساحليه فيها نسبه رطوبه واملاح عاليه، مركبه في منطقه فيها عواصف رمليه. السويتش كمان نقدر نشغله بالسولار باور، تمام؟ وبيشتغل بباور سبلاي من 12 فولت ل 56 فولت، يعني بيدعم وايد رينج من الباور سبلاي انت تقدر تشتغل عليه. بيجي معاه 3 باور سبلاي وبيسبورت الباور بادجت، حاجه بتسبورت 120 واط وحاجه بتسبورت 240 واط، تمام؟ السويتش كمان بيدعم البروتوكول الخاص بالايثرنت رينج بروتكشن الاي ار بي اس، بحيث ان انا ابوعي في الديبلويمنت بتاعتي ما يبقاش عندي سنجل بوينت اوف فيلير، ما اعتمدش على لينك واحد من السويتش للكاميرات، لا احنا ممكن نعتمد على رينج توبولوجي. فالاي ار بي اس سبورتد على الاندستريال سويتشز في ريجي، وكمان كلاود مانجد فور فري والضمان بتاعها 5 سنوات. اوكي. طبعا بيسبورت البروتوكولات الخاصه بالواتش ده والسيلف اورجنايزنج نتورك من ريجي. تعالوا كده نشوف الفيديو بتاعه. An L310 series is an industrial switch specially designed for harsh auto scenario, with a many special features for the coastal environment. For example, comfort coding serves as an outstanding safeguard, effectively prevent the damage from the software.
By utilizing the fully automatic nozzles, we ensure that each coating attains a process thickness of 15 micrometers. This level of the process guarantees an optimal coating thickness, effectively shading against sauce spread without compromising the equipment terminal deplotion or conductivity. We've also evaluated the thickness of the gold plating from the typical 3 micrometer to the robot 15 micrometer. This increased threat and defense against the sauce spread environment. Powder coating, a well-used protect material, create a realized layer on the surface of the equipment. This layer acts as a barrier against the external corrosion factors, safeguarding both appearance and integrity of the devices. We conduct a continued testing for 48 hours in the environment with the sauce spread concentrating exceeding 400 times the Costo level. The switch remains stable throughout the testing, shows that the exceptional protection capability of the equipment. Customers can confidently utilize our product, knowing that they are performing effectively in any environment. تمام. ده كده فيما يخص البرودكت او الاجهزه اللي ممكن احنا نشتغل بيها في ديفرنت سيناريو من خلال ريجي او ريي. تعالوا بقى نتكلم عن الجزء الثاني وهو التشالنجز، بعض التشالنجز اللي ممكن تكون بتقابلنا وازاي نحلها، سواء بقى عن طريق الكلاود سيرفيس اللي بتقدمها ريجي او ايفن حتى عن طريق السوليوشن اللي ممكن يكون موجوده على الجهاز نفسه. مش عارفه ايه اكتر حاجه لو حصلت مثلا ممكن تخلي الكاميرا، غير موضوع الستريمينج او غير موضوع ان انا ادي للكاميرا باندويث كافي عشان الشبكه بتاعتي او الكاميرا ما تقطعش او الصوره ما تتاثرش، الحاجه اللي ممكن تحصل تاثر برضو على الرؤيه بتاعت الكاميرا او تخلي الكاميرات بتاعتي او النتورك كلها تبقى داون؟ حد عنده فكره او حد قبل مشكله قبل كده حصلت عنده في النتورك وكانت مأثره على الرؤيه بتاع كاميرات المراقبه او على الصوره بتاع كاميرات المراقبه وكانت بالنسبه له مشكله؟ اي مشكله حصلت، يعني اي حد من الناس اللي موجوده وكان حاضر بيشتغل في مشروع خاص بكاميرات المراقبه وواجهته مشكله، المشكله دي لما حصلت ادت ان الكاميرات الصوره بتاعتها ما كانتش موجوده. خلينا نشير كده عشان الناس ما تنامش. طب حد ما حصلش معاه مشكله في مشروع من المشاريع قبل كده؟ اللي ما ردش هنا ما ينفعش ما يردش هنا، لازم حد يرد في الحالتين. الصورة بتقطع، الصورة اللي بتقطع دي الصورة بتاعتي ولا الصورة بتاعت الكاميرا؟ مش فاهماك يا بس. الصورة بتقطع، الصورة بتاعت الكاميرا يعني صورة الكاميرا بتقطع، دي مشكلة حصلت لك قبل كده. اوكي، احنا ممكن يكون انت اكيد حليتيها، مثلا شفت الباندوث بتاعها او حاجة، صح؟ انا بتكلم ان مفيش صورة خالص، يعني كانت فجأة كده والكاميرات ضلمت تماما، ما كانتش جايبة اي حاجة. بصوا انا عشان الوقت، في عندنا مشكلة خطيرة جدا في الشبكات لازم ناخد بالنا منها واحنا بنعمل ديزاين للشبكة. اللونج رينج، اللونج رينج اكيد لو مش معمول لو مش مراعيين بعض العوامل اكيد هيأثر معايا على يبقى في ديلي او يبقى في شوبينج في الصورة بتاعت كاميرات المراقبة. النتورك لوب يا جماعة، النتورك لوب لو انا مش عاملة حسابي في الكونفيجريشن بتاعتي في الشبكة بالبروتوكولات بتاعتنا بقى اللي احنا عارفينها، السباننج تري والكلام ده كله، علشان لو حصل لوب في الشبكه الشبكه بتاعتي ما توقعش، هيبقى عندنا كارثه كبيره جدا. ليه؟ لان مشكله اللوب ان هو سهل يحصل، صعب اكتشفه، صعب اعرف ان حصل لوب. ببساطه لما بتحصل لوب، وللناس اللي مش عارفه ايه هو اللوب او انا بتكلم على ايه، لو احنا شايفين نتورك زي اللي ظهر في الصوره دي كده، سوري كده، زي الفيديو ده كده، خليني افصل الليزر بوينتر ده. لو عندك نتورك بالمنظر ده كده زي اللي في الفيديو، فانت معرض طبعا، وانا مش عارفه اذا كان في حد فيكم صادف ان يبقى عنده كميه الكابلات دي وكميه الكاميرات دي في مشروع من المشاريع ولا لا، ولكن في بعض الاماكن بيبقى في مجموعه من الركات فيها مجموعه ضخمه جدا من السويتشات، كميه من الكابلات لا نهائيه، فمعرض جدا ان يحصل لوب، بيبقى شكلنا عامل زي القطه اللي ظاهره في الشاشه دي. اللوب بقى تحصل ازاي؟ تحصل بكذا طريقه، ممكن تحصل كده، سويتش والكابل دخل في طرفين او في تو بورت على نفس السويتش، عمل لي لوب. يعني ايه لوب؟ يعني الترافيك هيطلع من بورت ويلف ويطلع من البورت الثانيه،
دايره مغلقه، الداتا عماله تلف، السويتش بتاعي بيبقى خلاص وصل للماكسيموم بتاعه، السي بي يو بتبدا تعلى، البروسيسنج بيعلى، السي بي يو بتسخن، الدنيا كلها بتهنج، السويتش بيبقى اوت اوف اوبريشن بيخرج. وفي سويتشات لو هي ضعيفه انمانج سيريز والكلام ده كله بتضرب كمان، لان الترافيك عمال في يلف بحلقات لا نهائيه، لا في داتا داخله ولا في داتا طالعه. فشور كل الكونكشنز بتاعتنا بتقع، ايفن حتى الناس اللي طالعه انترنت مش هتعرف تطلع على الانترنت، الاي تي مانجر مش هيعرف يدخل على النتورك. تمام. او ممكن اللي بتحصل كده، يعني ممكن يبقى عندي 2 سويتش وانا مش عامله الكونفيجريشن اللي تخلي الاثنين كابل دول لما يوصلوا على السويتش، لو انا عايزه اعمل اجريجيشن مثلا او حاجه، وصلت كابلين وسبتهم، لا الكلام ده لو انا مش عامله السباننج تري بتاعي ومش عامله اجريجيشن ومش مفعله الكونفيجريشن الصح بتاعتي تعمل لي لوب. طب احنا مش عايزين ندخل في ديب تكنيكاليتي، انا مش عايزه النهارده لما اروح اركب مشروع يبقى معايا مهندسين ومعايا فنيين التكنيكاليتي بتاعتهم عاليه اللي تخليهم ياخدوا بالهم من الموضوع دوت، ولازم يدرس ويعرف ازاي يفعل البروتوكولات دي ويشغل الكونفيجريشن دي. فعشان كده ري جي قدمت لنا اوبشن لطيف جدا جدا ينهيك عن كل الهاسل ده، حاجه اسمها اللوب بريفنشن. اللوب بريفنشن هوريكم على الموبايل، وممكن تفتحوها من الموبايل ابلكيشن بتاعكم اللي نازل التطبيق. هو اوبشن انت بس بتتاكد ان هو متفعل بالمنظر ده، وهو اوتوماتيك بيديسيبل البورت اللي تسببت في لوب. لو حصل عندك اي لوب في النتورك بيعمل 3 حاجات: اولا بيحافظ ان الشبكه بتاعتك اب اند راننج لانه بيقفل البورت منهم، والحاجه الثالثه بيبعت لنا نوتيفيكيشن الارم، رساله على الابلكيشن كده: خد بالك ان حصلت لوب في سويتش اكس الساعه كام يوم كام. تمام. فاول حاجه عملها ان الشبكه بتاعت، اول استفاده ان الشبكه بتاعتي شغاله ما وقعتش بسبب ان حد بالخطا او بان في مس كونفيجريشن معينه ما تمتش، فعمل عندي لوب جوه الشبكه. الحاجه الثانيه بعت لي رساله، ودي مهم جدا ان انا اعرف ان في لوب وحصلت على انهي بورت وحصلت على انهي سويتش. فبمنتهى البساطه اروح للراك السويتش الفلاني اشيل الكابل اللي وصل بالغلط، او افعل الكونفيجريشن اللي انا محتاجاها او ايا كان. تمام. فاللوب بريفنشن في ريجي بتنهيك عن الهاسل بتاع الكونفيجريشن ده كله، حضرتك بس بتتاكد ان الاوبشن ده اون وشغال. تمام. هوريه لكم على الموبايل ابلكيشن في الحته بتاعت الديمو. طيب، غير اللوب انا عايزه يجي لي ريل تايم الارم. قلنا ان دي واحده من المميزات اللي موجوده في ريجي، ان انت بيبقى عندك على الابلكيشن ريل تايم الارم لاي حاجه حصلت في الشبكه، سواء على الابلكيشن ممكن يجي زي كده مثلا الكاميرا دي اوف لاين او حصل فيها مشكله فهيجي لي نوتيفيكيشن مسج على التطبيق، او هيجي لي نوتيفيكيشن مسج على الويب. وهنشوفها هنا او هنا للناس اللي بتتعامل على اي واحده منهم، سواء الموبايل او لا بالنسبه له احسن الويب انترفيس ده او ده شغال. فهيبقى عندنا ريل تايم فيلير الارم بيجي لك اوتوماتيك على الابلكيشن بتاعك ان كيس ان في اي مشكله حصلت عندك في الشبكه. زي كده مثلا كاميرا اوف لاين، فهيقول لك خد بالك اي بي كاميرا اوف لاين، والمسج دي جت الساعه كام يوم كام، والكاميرا بتاعتك دي واصله على انهي سويتش ال 206 جي سي داش بي اند سو اون. فمهم قوي الحته اللي احنا قلناها بالاول في الحته بتاعت الفاست بقى مينتنس الافتر سيل سبورت. مهم قوي يجي لي رساله فاعرف المشكله ايفن حتى قبل العميل اللي موجود في النتورك او الاند كاستمر بتاعي ما يعرف. تمام. فدي واحده من المميزات الموجوده عندنا اللي هي الريل تايم الارم. اللونج ديستانس اللي كانت لسه باشمهندسه بسمه بتتكلم عنها في التشات، احيانا بنبقى عايزين نمد كاميرا على مسافه توصل ل 100 متر، 150 متر، 200 متر، 250 متر. المهم ان انا عندي نتورك، النتورك دي للاسف محتاجه ان انا امد كاميرا على مسافه تتجاوز ال 100 متر، فمش هعرف استخدم كابل عادي. الناس هتقول لي روح هات سويتش في النص، او هنلجا للفايبر كترانسميشن ميديا عشان يديني مسافه اطول من ال 100 متر. طب انا مش عايزه اعمل الكلام ده، فظهر عندنا سوليوشن تاني ان يبقى عندي سويتش يقدر يبعت داتا وباور على مسافات تتجاوز ال 100 متر وتوصل ل 250 متر. هل السويتشات الريجي بتدعم حاجه زي كده؟ اه بتدعم. مش بس كده، ده هي كمان فيها ميزه كويسه جدا عن السويتشات التانيه اللي موجوده في الماركت. يعني ايه؟ يعني انا عندي السويتش بتاع ريجي زي ده اهو، زي السويتش ده كده. تمام. المفروض ان السويتشات اللي موجوده في الماركت ايا كان البراند اللي موجود ايه بيقول لحضرتك ان اول في سويتشات في الماركت بتدعم ان المنافذ بتاعتها تقدر تمد عليها توصل عليها كابل كات 5 اي او كات 6 ويمشي معاك مسافه 200 متر 250 متر. تمام. ولكن بيدي لحضرتك كونديشن. ايه الكونديشن؟ بيقول لك اول 8 بورت ده لونج رينج. تمام. بيقول لك كده اول فيرست 8 بورت مثلا هيبقوا هما اللونج رينج بتاعك، بيبقى معلم عليهم باللون الاحمر كده.
اوكي. طيب ليه يعني ايه المشكله بتاعت حاجه زي كده؟ المشكله ان انا مش هعرف استخدم المنافذ دي غير مع الاي بي كاميرا. ما ينفعش اروح اجيب البورت دي واوصل عليها الاكسس بوينت بتاعتي. ما ينفعش اروح اوصل الاكسس بوينت على البورت دي. طب ليه؟ لان يا جماعه كل ما المسافه بتزيد السرعه بتقل. يعني ايه؟ يعني كل ما البورت بتاعتي هتشتغل في لونج رينج فهي هتبقى موجوده في الاوبشن بتاع ان هي تبعت على مسافات طويله، وده معناه ان سرعه نقل الداتا على البورت دي هتنزل 10 ميجا بت بير سكند. ده يعني دي حقيقه واضحه. اوكي. طيب النهارده عشان او اجيب اكسس بوينت جيجا او السرعه بتاعتها واي فاي 6 او وات ايفر اوصلها على بورت 10 ميجا بت بير سكند، اذا انا خنقت النتورك وعملت خطا جسيم في الشبكه بتاعتي. انا مجبره ان انا احط 8 كاميرات او استخدم في الثمانيه بورت دول الكاميرتين بتوعي، وبالتالي انا عملت ويست لباقي المنافذ اللي موجوده على السويتش. طيب ريجي بتقدم ايه؟ ريجي بتقول لحضرتك ان انت هتشتري السويتش عادي جدا، كل المنافذ بتاعتي شغاله 10 100. ان كيس في حاله ان انت احتجت بورت او اتنين توصلهم لونج رينج، انت كل اللي محتاج تعمله حرفيا ان انت تيجي على الصوره. احنا كده داخلين على السويتش من الموبايل. كل اللي محتاج تعمله ان انت تقف على البورت اللي انت محتاج تشغلها لونج رينج وتعلم عليه وتقول سيف. انا بس محتاجه بورت رقم 5 تشتغل لونج رينج، او محتاجه من 5 ل 9 يبقوا هم دول اللونج رينج. فانا اللي بحدد ايه هي المنافذ اللي تشتغل معايا في اللونج رينج. ولو انا بعد كده ما بقتش محتاجاهم، الكاميرات دي مش محتاجاها، او انا هغير السويتش ده عايزه اشتغل بيه في حاجه تانية، فانا بمنتهى البساطه اقدر ارجع البورت لوضعها الطبيعي وترجع تشتغل تاني 10 100 1000. تمام. ال 250 متر بي يو اي اكستنشن الموجود في رييه هو ديبند على احتياجك ليه. انت بتشتري السويتش عادي جدا، ان كيس ان انت احتجت ان انت تفعل حاجه زي كده فهو متاح. ان كيس ان انت عايز توصل اي جهاز تاني غير اي بي كاميرا في اللونج رينج تقدر ترجع البورت لوضعها الطبيعي. أوكي؟ الكلام كده واضح؟ في اي حاجه مش واضحه؟ في اي حد عنده اي سؤال؟ في اي حد في حاجه مش واضحه مثلا؟ الصوت مش واضح، الصوره مش واضحه؟ انتوا سامعيني طيب؟ ايه؟ انتوا سامعيني؟ حد سامعني؟ كله تمام؟ طب الحمد لله. الصوت تمام. اوكي. في عندنا برضو اوبشن لطيف جدا على الموبايل ابلكيشن في ريجي، حاجه اسمها الكيبل تيست. ايه بقى الكيبل تيست ده؟ انت النهارده لو انت عندك عايز تتست ان الكابل ده فيه مشكله ولا لا، بتروح تجيب جهاز معين عشان تقدر تعمل التيست ده. لنفرض ان جالنا فار زي الفار اللطيف ده واكل الكابل بتاعك فعمل لك مشكله. وانا قاعده في مكتبي هروح فاتحه الموبايل بتاعي، ادخل على السويتش. تمام. من هنا كده الصفحه بتاعت السويتش على الموبايل ابلكيشن بتاع ريجي. انا جايبه السويتش الاي اس 200 اللي هو اول كلاود مانج سويتش في ريجي، اللي هو الكوست افكتيف ده، مش محتاجه اروح للمانج. واروح داخله على طبعا هفعل هنا اللود بريفنشن، وهاجي هنا على الكيبل تيست ده هيروح جايب لي المنافذ بتاعتي كلها اللي اثر عليها كابلات، واقول له تيست. تيست الكونكشن ما بين البورت بتاعت السويتش بتاعتي وما بين الجهاز اللي وصل الناحيه الثانيه، وبعد كده يطلع لي اذا كان في مشكله ولا لا. اوكي. فالكيبل تيست واحده برضه من الاوبشنز اللطيفه جدا المتاحه اللي بتيسر عليك موضوع الترابل شوتنج في الشبكه. مش محتاج تجيب اكسترنال ديفايس عشان تعمل حاجه زي كده. تمام. طيب ده كده كان بالنسبه لي لو عايزين نعمل زي سمري كده للسوليوشن بتاع ريجي في الجزء الخاص بالسي سي تي بي. فاحنا لو جبنا كومباوند او جبنا مبنى او جبنا مدينه بالمنظر ده كده، فهتلاقيها متقسمه لاجزاء. يعني مثلا لو عندي ريتيل شوب، ايه السيريز من السويتشات اللي احنا ممكن نشتغل بيها؟ الاي اس سواء الان مانج او الاي اس 200. لو عندي وير هاوس فانا ممكن اروح على الام بي اس 3000 و 5000. الاماكن اللي هي الاسانسير الاليفيتور فانا هعتمد فيها على الوايرلس سوليوشن زي الاي اس تي 100. طيب لو عندنا المباني بقى الخاصه بالمكاتب الاوفيسز فاحنا ممكن نعتمد فيها هنا على ال 6000 او 7000 5000 على حسب السكيل بتاع المشروع. 7000 سيريز بتاعنا. اعتمد على الاير مترو المسافات اللي بتتجاوز ال 5 كيلو، ال 10، ال 15 and so on. نروح للاندستريال سويتش في حال ان عندي منطقه المنطقه دي الانفايرمنت بتاعتي صعبه، درجات حراره عاليه، عايز اب تو 80 درجه مئويه او ماينس 40،
عايز سويتش اقدر اعتمد عليه لو عندي الباور سبلاي بتاعي سولار باور سبلاي سولار باتري، مش حاجه دايركت. الاير مترو طبعا على حسب المشروع او على حسب السيناريو اقدر ان انا اوظف الجهاز اللي موجود عندي في السيناريو ده. تمام. لو جينا بصينا كده على البرودكت فاميلي الخاصه بالسي سي تي في سيناريو، فهيبقى عندنا السيريز الخاصه بالسويتشات والسيريز الخاصه بالوايرلس بريدج. السويتشز من اول الانمانجد الاي اس 0 وال100، unmanaged switch، cloud managed switch ال ES200، layer 2 cloud managed switch ال MBS 3000، layer 3 ال MBS 7000، والموديولار switch 6000 سيريز. وبعد كده عندنا الاندستريال switch اللي هو ال NIS 3100، وعندنا التشيسز ككور switch عندنا في المشاريع الكبيرة ال 7003 وال 7006. في حالة الوايرلس سوليوشن فاحنا هنعتمد على البريدجات، عندنا ال EST 100 310 350 والاير مترو اللي هي بتقدر تمشي معانا المسافات الخاصه بال 15 كيلو متر. المفروض ان احنا كده دي كانت اخر سلايد في السيناريو الخاص بالسي سي تي في. ولو في عندكم اي سؤال خاص بالسيشن بقى كلها او اي سؤال خاص بالسوليوشن او خاص بالسي سي تي في نتورك عامه. في اي سؤال عند حضراتكم؟ لو في حد ما عملش سكان للكي ار كود في بدايه السيشن، انا برضو حاطه الكي ار كود اهو. لو في اي حد عنده سؤال، الناس اللي لسه عامله تطبيق او محملاه ممكن ان هي تعمل سكان للكي ار كود واضح على الشاشه. لو في اي سؤال ممكن تفتح المايك او تكتب لي في التشات بوكس لو في اي سؤال. انا ممكن اوصل الموبايل بتاعي برضو واوريكم النقط اللي احنا اتكلمنا فيها دي دلوقتي. في اوبشن تاني لطيف جدا في الجزء الخاص بالريموت اكسس. لو انا عايزه اكسس الكاميرا، عندي كاميرا موجوده في النتورك، الكاميرا دي واصله على السويتشات بتاعت 3G او واصله على النتورك بتاعت 3G. فانا السويتشات بتاعتنا بتعمل حاجه اسمها اوتو ديتكت، بتكتشف الكاميرات اوتوماتيك. تمام. اوتوماتيك بيوريني التوبولوجي، والتوبولوجي واصل عليه كاميرا، وكمان بيجيب الكاميرا بالبراند بتاعها. انا في كمان عندي اوبشن لطيف جدا. انا النهارده لو عايزه اكسس او اشوف الكاميرا دي عن بعد، فانا يا اما يبقى عندي ستاتيك اي بي ادرس لو بنتكلم في السوليوشنز اللي كانت متاحه في النتورك بعيدا عن السي سي تي في فيندرز السوليوشنز اللي بيقدموها. مش بي تو بي، مش عايزه ستاتيك اي بي ومش عايزه ادفع فلوس لسيرفيس زي الدايناميك دي ان اس. هل ريجي تقدر تسمح تعمل لنا حاجه ابسط من كده؟ حاجه ابسط من كده بكتير، واوبشن اسمه النت ترافيرسل او الانترانت اكسس. ده بيسمح لحضرتك انك تكريت تانل ما بين وانا باكسس الكاميرا دي عن طريق الكلاود سيرفيس بتاع ريجي، بكريت تانل ما بين الكاميرا بتاعتي وما بين الكلاود بتاع ريجي، وبيبدا يوريني الكاميرا عن طريق الموبايل ابلكيشن او عن طريق النتورك بتاعتي البروجكت اللي انا مكريته. هوري حضراتكم الكلام ده دلوقتي، بس لو في اي سؤال هستأذنكم. لو حد عنده اي سؤال يكتب لي في الشات، لو مفيش سؤال قول لي مفيش سؤال. احس بس ان في يعني في ناس، في حد الناحيه التانيه، في حد موجود الناحية التانية. في حد عنده سؤال؟ طب في حد ما عندوش سؤال؟ شكرا مستر يحيى والله، شكرا لحضرتك يا باشمهندس. آم، مفيش سؤال تقريبا، مفيش اسئله. خليني اشير معاكم الموبايل سكرين. هوريكم الاوبشنز اللي احنا اتكلمنا فيها من شويه على الابلكيشن. الشرف ليا، ميرسي لذوقك. ميرسي يا احمد، ميرسي يا باشمهندس يحيى. استنى بقى ايه، احنا مسجلين السيشن يا باشمهندس، ما تقلقش. باشمهندس محمد مسجلين. انا شير كده. اوكي، هنستوب شير. شير. تمام. الموبايل الابلكيشن الخاص بريجي هو اللي بالعلامه الزرقاء دي، ريجي ضغطنا عليه كده هيجيب لحضرتك الواجهه الرئيسيه الخاصه بالمشاريع اللي احنا بنكريتها او اللي احنا بنعمل لها سيت اب عندنا في النتورك. عندي هنا المشروع بتاع المكتب اهو، وفي عندنا الناس اللي عملت سكان للكيو ار كود.
لا، الناس اللي عملت سكان للكي ار كود تقدر ان هي تفتح وتشوف الكلام ده عن طريق الجنرال ديمو. يعني اللي حابب يجرب معانا دلوقتي الاوبشنز اللي احنا اتكلمنا عليها تقدر تدخل معايا على الجنرال ديمو. تعالوا ندخل سوا كده على الجنرال ديمو. حابب يجرب بنفسه ويشوف اذا كان فعلا الموضوع ده فاليبل وهيوفر علينا وقت ومجهود وسهوله الافتر سيل سبورت مع العميل ولا لا. بلس طبعا الحته بتاعت الضمان، وبلس طبعا الكوست افكتيف، الحته بتاعت ان الاسعار مقارنه باللي موجود في السوق دلوقتي مش عارف. هو بس باشمهندس يحيى، احنا محتاجين نعمل الناس اللي لسه منزله تطبيق، بعتذر انا ما قلتش من البدايه، محتاجين نعمل ريجستريشن او تسجيل الدخول لاول مره. لو دي اول مره بتنزل التطبيق محتاج تضغط على تسجيل الدخول او ريجستريشن. هيطلب من حضرتك بس كل اللي محتاج تدخله ايميل والباسورد، وبعد كده هو اوتوماتيك بيفعل معاك الاكونت. الناس برضو اللي لسه منزله التطبيق بيدينا بس بيتبعت لنا ايميل على الايميل اللي احنا مسجلين بيه، بيبقى فيه زي لينك اكتيفيت اللينك ده او اكتيفيت الابلكيشن. بنضغط عليها وبعد كده بيتشال من عندنا اي رساله بتطلع على التليفون ان احنا محتاجين نفعل الاكونت. تمام. فاستاذنكم بعد التسجيل ممكن نفحص بس الايميل اللي هيتبعت من ريجي علشان نفعل الاكونت. طيب دي كده الواجهه الرئيسيه لمشروع من المشاريع اللي موجوده. على سبيل المثال هو جايب لي ان في هنا جيت واي الراوتر بتاعنا. الراوتر ده موصل ل7 سويتشات. السبع سويتشات واصلين على مجموعه من الوايرلس ديفايسز. تمام. والواحده من المميزات اللي اتضافت على الابلكيشن مؤخرا هي الكلاينت. بيجيب لي كل الكلاينتس او كل الكونكتد ديفايسز، الاجهزه اللي واصله عندي في النتورك. شايفين كده من ضمن الاجهزه دي جايب كاميرات المراقبه. عندنا 10 كاميرات مراقبه هنا. صحيح. انا ممكن ادخل كده على ال 22 ديفايس دول. هيجيب لي طبعا كل الاجهزه اللي واصله بالبراند نيم بتاعها، اذا كان لابتوب شاومي، ابل، ديل، ريدمي، سامسونج. وبعد كده جايب لنا الكاميرات. او ممكن اجي هنا على الواير ديفايسز بس اضغط على وايرد فيجيب لي الاجهزه اللي واصله بالكابلات على السويتشات بتاعتي. مش محتاجه الواي فاي والوايرد مع بعض. جايب لنا كل الكاميرات بالبراند بتاعها. هنا جايب ده، هو جايب هاي فيجن. تمام كده. طيب انا ممكن اعمل حاجه لطيفه. ممكن من هنا لو انا عايزه اكسس الكاميرا دي ريموتلي ممكن اضغط كده على الكاميرا دي. تمام. هتلاقوا في عندنا تو اوبشنز لطاف. يعني انا عندي الكاميرا دي وكاميرا اونلاين. انا ممكن اعمل الكاميرا باي ذا واي ريجي ما عندهاش كاميرات احنا بس بنقدم السوليوشن اللي يساعد حضرتك تعمل سموث ترانسميشن لسوليوشن خاص بكاميرات المراقبه، متمثل في السويتشات، متمثل في الوايرلس بريدجز، متمثل في الاوت دور او الاندستريال سويتش. تمام كده. عندنا حاجتين ممكن نعملهم. لو عايزه اثبت الاي بي بتاع الكاميرا دي هضغط على بندنج او بايندنج، فاوتوماتيك هيقول لي عايز الاي بي اللي هي سحباه من الدي اتش سي بي 57 ده نربطه بالماك ادرس بتاعها. لو قلت له خلاص اوتوماتيك الكاميرا دي كل مره هتبقى اونلاين او هتطلع عندي هتشتغل معايا في الشبكه هتاخد الاي بي ده اللي اخره 57. وبالتالي انا لو عايزه اطبق رول معينه على الكاميرا بالاي بي ادرس بتاعها فالاي بي اوتوماتيك بقى فيكسد. او اجي على النت ترافيرسال دي اللي احنا اتكلمنا عنها. لو عايزه نت ترافيرسال عامله زي النت زي البورت فوروردنج. يعني مش زي عارفه لما تيجي انا عايزه اكسس جهاز من بره فبعمل حاجه اسمها بورت فوروردنج. او بيعمل نت ترافيرسال. النت ترافيرسال النت اللي هو ايه يا جماعه؟ اللي هو انا بترانسفير الانترنال اي بي ادرس بتاعي اللي هو البرايفت اي بي ادرس اللي هو 192.168.110.57 الاي بي الداخلي. بعمل لينك ما بينه وما بين الوان اي بي ادرس بتاعي اللي انا واخداه على الانترنت علشان اقدر اكسس الجهاز ده من بره. تمام. فباكسس الجهاز عن طريق حاجتين، الاي بي ادرس والبورت نمبر بتاعه الجهاز. بدخل التو كايند اوف انفورميشن دول لو انا عايزه اعمل نت ريفرسال او بيسميها بمعنى تاني البورت فوروردنج. عايزه اعمل فوروردنج للصوره بتاعه الكاميرا او للجهاز ده من الانترنال نتورك اقدر اكسسه في الاوتسايد نتورك او عن طريق الانترنت. فبعمل ترانسفير او بربط الانترنال برايفت اي بي ادرس بالوان اي بي ادرس اللي انا واخداه من بره. وده اللي انا عايزه اعمله دلوقتي. عايزه الجهاز اللي واخد الاي بي 57 ده لما يجي من الكلاود او من اي مكان من بره اقدر ان انا ادخل على الكاميرا دي. تمام. الكاميرا ما بتبقاش واخده ستاتيك اي بي. يعني ده بديل ان انا اشتري ستاتيك اي بي من الاي اس بي واحطه على الكاميرا اوتوماتيك عشان اقدر اكسس الجهاز ده من بره. تمام. البديل ايه؟ ان احنا بنعمل حاجه اسمها بورت فوروردنج او نت ترافيرسل. هي اسمها ده موجود في ريجي انما ممكن بره او في اماكن تانية تلاقي اسمها بورت فوروردنج.
احنا هنا هنأكسسها ريجي، عامله لنا يعني عامله الموضوع اسهل بكتير من ان انا اروح اعمل لها كونفيجريشن بايدي زي ما بعمل مع البراندز التانيه او الاجهزه التانيه. كل اللي محتاجه اعمله ان انا هو اوتوماتيك بيديتكت الاي بي بتاع الكاميرا اللي احنا اوريدي ثبتناه، والبورت بتاعتي 80 لو انت عايز تغيرها مفيش مشكله، وبعد كده بقول له اوكي. بيقول لنا كرييشن سكسيدد، هو كاري التانل اوريدي ما بين الاوتسايد والانسايد الخاص بالكاميرا او البرايفت اي بي بتاع الكاميرا، وبيبدا يدخلني على الجهاز بالشكل ده. لو لاحظتوا فوق الاي بي هو بيفتح بالوان اي بي ادرس وبورت نمبر، مش بيفتح معايا بالبرايفت، لان انا لما باكسس جهاز من بره فانا بتعامل بالوان اي بي ادرس وبعمل بورت فورورد او بعمل نت ريفرسال عشان يوصلني للانترنال برايفت اي بي ادرس. اوكي، فبيدخلني هنا سواء على الام بي ار او على الكاميرا. احنا هنا بس عشان ده ديمو فهو عامل صفحه الام بي ار. كل اللي محتاج تعمله ان انت تدخل اليوزر نيم والباسورد الخاص بالام بي ار بتاعك، او لو انت عامل الكلام ده على كاميرا فهيروح مديك اليوزر نيم والباسورد بتاع الكاميرا. اوكي، فالموضوع سهل جدا ان انا اكسس الكاميرات بتاعتي او اقدر ان انا اعمل بورت فوروردنج للكاميرات دي من خلال السوليوشن بتاع ريجي او من خلال النتورك بتاعت ريجي. تعالوا كده انا عايزه اوريكم الشكل بتاع السوليوشن لو احنا رجعنا كده على المين سكرين بتاعت المشروع بتاعتي. احنا قلنا ان السويتشات بتاوتو ديتكت الكاميرات بتاعتي، مش محتاجه ان انا ادخلها مانيوال. فانا ممكن اجي هنا هقف على التوبولوجي. من التوبولوجي هيجيب لك كل الان ديتيل كونكشنز بقى الخاصه بالنتورك بتاعتك. يعني اقدر اعرف، ودي واحده من المميزات الخاصه بالكلاود سيرفيس بتاعت ريجي، ان انا اقدر اعرف الكور سويتش ده باي بورت رايح على الاجريجيشن سويتش. الاجريجيشن سويتش موصل لاي نوع من السويتشات في الليفل بتاع الاكسس، والسويتشات دي واصل عليها هنا 10 كاميرات. لو ضغطت على 10 هيتفتحوا. تعالوا نعكس الرؤيه كده. دي كده الكاميرات المراقبه بتاعتي اللي واصله عندي في المشروع، وواصله على سويتش الموديل بتاعه 226 جي سي داش بي، وجايب لنا كل كاميرا واصله على انهي بورت في السويتش. فعلى سبيل المثال الكاميرا دي مثلا اوكي اللي هي اخرها 6 8 اي بي، ليتس ان فيها مشكله وانا عايزه اعمل لها ريستارت، فكل اللي محتاجه اعمله هاجي كده على السويتش واضغط على السويتش بتاعي، وبعد كده هضغط على عرض المزيد للناس اللي بتشتغل عربي او فيو مور. انا كده واقفه على صفحه السويتش. لو بصيتوا فوق كده هيجيب لك الموديل الاي بي ادرس بتاع السويتش، هيجيب لنا الماك ادرس السيريال نمبر والفيرموير فيرجن بتاع السويتش. تقدر تريستارت السويتش كله من هنا، او تقدر تحذفه من الشبكه بتاعتك برضو من هنا. او ممكن نعمل حاجه تانية، ممكن نيجي كده امونيتور مين اللي واصل عندي، مين المنافذ اللي شغاله اب اند راننج ومين اللي مش شغال. وفي عندنا كمان جايب لنا السرعه بتاعه الابلينك بورت، الابلينك والداون لينك سبيد بتاعه الابلينك بورت. وجايب لي هنا التوتال باور بادجت اللي موجوده على السويتش ده، او السويتش استهلك قد ايه باور بادجت، الاجهزه اللي واصله عليه استهلكت قد ايه، ومتبقي عندي قد ايه. وتحت هنا انا عايزه اريستارت البورت رقم 2 اللي واصل عليها كاميرا، فكل اللي محتاجه اعمله هاجي على بورت رقم 2، يا اما استخدم علامه الدايره الزرقاء اللي موجوده دي في الستارت بي اي، يا اما ادخل على البورت نفسها واعمل لها ريستارت من تحت هنا كده. هيقول لك ار يو شور، انت عايز تريستارت البورت دي بس سواء انترفيس 2 او 3، هتقول له مثلا اوكي. فهيبدا يفصل الباور، بيشت داون الباور اللي طالعه على البورت دي ويشغلها مره ثانيه. فالريستارت هنا هو ريستارت للباور الخاصه بالبورت. تمام، يبقى انا هنا كده بمنتهى البساطه قدرت ان انا ريستارت اي بورت او اي كاميرا موجوده عندي على اي بورت على السويتش. لو انا النهارده عايزه اروح افعل اللوب بريفنشن فهاجي اضغط على كونفيجريشن، هتلاقي تحت الاوبشن بتاع اللوب بريفنشن اهو، الاوبشن اللي احنا بنتكلم عليه. اروح بس كل اللي محتاجه اعمله ان انا افعل ده. ان شاء الله باذن الله يبقى في تدريب عملي في المكتب، او ممكن نعمل ان شاء الله لايف ديمو كده للنتورك نبنيها فروم سكراتش على من خلال التطبيق بتاع زوم للناس اللي مش متواجده في القاهره. هنجيب هنبني نتورك ونعمل لوب، ونفعل قبل ما نفعل اللوب بريفنشن ونشوف اذا كنا هنقدر ندخل على الشبكه ولا لا، وبعد ما نفعل اللوب بريفنشن ونشوف اذا كان هيحصل عندي مشكله في الشبكه ولا لا. الناس اللي اوريدي عندها سويتشات ريجي تقدر تجرب الموضوع ده بنفسها وتدينا فيدباك. تمام، يبقى احنا كده فعلنا اللوب بريفنشن. لو عايزه بس افعل اللونج ديستانس كل اللي حضرتك محتاج تعمله انك تختار
تعلم انا عايزه 7 و8 و9 و10 دول بس اللي يشتغلوا لونج ديستنس، فبضغط عليهم وبعد كده بقول له سيف. ان كيس ان انا خلاص مش عايزه استخدم الكاميرات برجع وبختارهم تاني وبسيف، او بروح من على البورت كونفيجريشن وبرجع البورت بتاعتي لوضعها الطبيعي 10 100 ألف. تمام، فبترجع تشتغل تاني في النورمال ستيتس. هي بسمة اللوب بريفنشن هنا دي حاجة ريليتد بريجي. هو كان بيشتغل بحاجة اسمها RLDB Rapid Loop Detection Prevention. دي حاجة ريليتد بريجي، بس ده ما يمنعش ان هو بيبقى سبورتد على السويتشات، وفي نفس الوقت لو عايزة تمشي بالبروتوكول بتاع السباننج تري فهو سبورتد برضو على الام بي اس 3000 و 5000 و 6000 و 7000. يعني الستاندرد بروتوكول في اللاير 2 مانج سويتشز في ريجي موجودة. اللوب بريفنشن اكسترا واي موجودة علشان تسهل ليك الحتة بتاعت التكنيكاليتي. انا مش عايزة افعل بروتوكولات ولا اشغل بالي بالحتة بتاعت الكونفيجريشن، او عايزة الموضوع يبقى اسهل في حته الديبلويمنت في الانستليشن في الكونفيجريشن وايفن حتى في الترابل شوتنج. فالاوبشن بتاع اللوب بريفنشن بيعتمد على بروتوكول اسمه رابيد لوب ديتكشن بريفنشن. اوكي، ودي حاجه ريليتد بريجي. بس كده، دي كده كانت الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها. لو عايزين تشوفوا النوتيفيكيشن الارم، فالنوتيفيكيشن الارم اللي ممكن تجي لك على البروجكت هتلاقوها موجوده فوق كده، اللي هي عليها رقم 1. هنا جايب لنا مثلا ان في insufficient power، ممكن يبقى في جهاز من الاجهزه مش واصله له باور كفايه، زي المسج اللي طالعه لنا دي. ممكن يجي لي رساله ان في فيرموير جديد، ممكن يجي لي رساله ان في جهاز اوف لاين، ممكن يجي لي رساله ان في مشكله في الدي اتش سي بي، في اي بي كونفليكت. ايا كان نوع المشكله اللي موجوده عندي في الشبكه ان شاء الله هتلاقي بيها رساله. وممكن تعمل كونفيجريشن ان الرسائل دي تتبعت لحضرتك عن طريق الايميل. ندخل على الويب انترفيس بتاع الكلاود الخاص بريجي، وببدا ان انا اعمل كونفيجريشن بحيث ان الالارم نوتيفيكيشن دي ما تجيش على الابلكيشن بس، لا انا محتاجه ان هي تتبعت لي على الايميل. اوكي. ده كده كان لايف ديمو سريع على الكلاود ابلكيشن الخاص بريجي للنقط اللي احنا ذكرناها النهارده في السيشن. شكرا. شكرا ليكم، ويا رب ان شاء الله يوم سعيد وويك اند سعيد، واشوفكم باذن الله الخميس اللي جاي.